السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال مهم جدا وبيتكرر كتير من الأمهات والأخصائيين. أنا إزاي أحط برنامج أو أحط خطة أشتغل بيها مع الطفل؟ إزاي أحدد الأهداف اللي هشتغل بيها مع الطفل؟ أنا لسه داخل المجال جديد ومش عارف أبدأ مع الطفل إزاي أو أحط خطة إزاي. ببساطة خالص، سواء الطفل اللي بتشتغل معاه ده نورمال أو إعاقة عقلية أو إعاقة سمعية أو توحد أو صعوبات تعلم أو حتى هتشتغل معاه تخاطب، أيا كان المشكلة بتاعت الطفل، أنا بحط البرنامج بناء على 4 طرق. أول طريقة إن أنا هجيب برنامج جاهز، وليكن مثلا طفل محتاج شغل تخاطب، محتاج شغل تنمية مهارات، هجيب البرنامج المصري للغة والتخاطب مثلا وأعرف الطفل هيبدأ منين واشتغل. طفل مثلا توحد، طفل إعاقة عقلية، مش هشتغل معاه بالبرنامج المصري مثلا، هشتغل معاه ببرنامج لوبس، هشتغل معاه بإيبلز، هشتغل معاه بتتش، أيا كان هجيب برنامج جاهز وأبدأ أشتغل معاه من أول البرنامج. دي الطريقة الأولى. طب الطريقة التانية، هجيب أكتر من برنامج وأعمل لهم دمج. يعني لوفاس كويس في التقليد فهاخد التقليد من لوفاس، البورتج كويس في تنمية المهارات هاخد تنمية المهارات من بورتج. البرنامج المصري للغة والتخاطب هاخد منه الجزء بتاع اللغة البراجماتية. تتش هاخد منه كذا. يعني انا هجيب برنامج واخد منه جزء، وبرنامج تاني اخد منه جزء، وبرنامج تالت اخد منه جزء، وبرنامج لحد ما ابقى عامل الخطة بتاعتي او البرنامج بتاعي. يبقى اول حاجة هجيب برنامج جاهز اشتغل بيه، او هجيب كذا برنامج واخد من كل برنامج جوانب القوة اللي فيه. طيب تالت طريقة ان انا هقارن الطفل بالطفل العادي من غير برامج خالص. الطفل ده جاي لي تأخر لغوي، طيب الطفل ده عنده 5 سنين، الواد اللي عنده 5 سنين اللي زي الطفل ده بيتكلم ايه، بيقول ايه، وابدا اجيب الحاجات اللي عند الواد ابو 5 سنين ادرب عليها صاحبه اللي عنده 5 سنين ولكنه متأخر. بقارنه بالطفل الطبيعي، اشوف ايه المهارات اللي الطفل الطبيعي بيعملها واجيب المهارات دي بنود وادرب عليها. طيب رابع نقطة اللي انا هجيب مقياس وادرب الطفل على بنود المقياس، وليكن جيليام بتاع التوحد، هشوف هل يستطيع كذا، ما بيستطيعش، طب ما انا ادربه عليه اخليه يعملها. هل ينتبه الطفل الى من يسير امامه مثلا؟ لا ما بينتبهش، طب ما انا اعمل له تدريبات انتباه اخليه ينتبه. هل يستطيع الطفل تقليد الحركات؟ لا ما بيستطيعش، طب ما انا ادربه اللي هو يقلد. هل يستطيع الطفل ما يعرفش، انا ادربه اللي هو يطيع. وليكن مقياس اللغة، اجيب مقياس اللغة، الطفل بيعرف يقول كذا، لا ما بيعرفش، ادربه انا. يبقى اول نقطة هجيب برنامج جاهز اشتغل بيه، وليكن البرنامج المصري للغة والتخاطب او لوفاز او بيرتوج او بورتج على حسب الحالة اللي معايا، او هجيب اكتر من برنامج وادمجهم مع بعض، او هجيب طفل عادي او المرحلة بتاعت الطفل العادي واقارنها بالطفل اللي معايا وابدأ اجيب البنود دي وادرب عليها، او اخر حاجة قلنا هنجيب مقياس ونشوف البنود اللي واقعة في المقياس اعمل بيها برنامج ادرب بيها. دول ال4 حاجات اللي بحط بيهم خطة، او ال4 حاجات اللي بعمل بيهم برنامج، او ال4 حاجات اللي هم اساس الشغل. اخر نقطة، في اخصائيين بيعملوا ايه؟ بيعملوا الاتنين، اللي هو في اوقات بيشتغل بالبرنامج كامل من اوله لاخره، في اوقات تانية بيجيب برامج ويعمل منها دمج، في اوقات تالتة بيعمل مقياس ويشوف البنود اللي الواد واقع فيها ويدرب عليها. ال5 حاجات دول هم اساس الخطة او اساس البرنامج او اساس الشغل بتاعنا مع الاطفال. ان شاء الله في محاضرات رمضان، المحاضرات المجانية بتاعت رمضان، هنشرح الكلام ده بالتفصيل. وشكرا.